السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هقولك إزاي تحول التصميم بتاعك من كده لكده. ولكن خليني قبل ما نبدأ أفكرك لو مش عامل اشتراك في القناة تشترك، وتاني حاجة تعمل لايك للفيديو عشان تتابع كل الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، سواء عن التصميمات أو الفوتوشوب أو الموشن جرافيكس اللي هنشرحه هنا على القناة. يلا بينا نبدأ. خلينا الأول نبص على الفروقات بين التصميمين في المجمل العام. أول حاجة ملفتة للنظر وهي إن الصورة بدل ما كانت معمولة في مجرد دايرة فهي أخدت الحيز كله بتاع التصميم. تاني حاجة هنلاقي إن التكست اختلف جدا وبقى واضح للي عايز يقرأه عشان بقى مكتوب بطريقة منظمة أكتر عن طريق الأشكال الهندسية زي المستطيل والدايرة، مع إضافة صور الخدمات اللي هتتقدم. تالت حاجة هنلاقي إن في شوية إضافات كده اتضافت زي الإضاءة والوزن عشان تدي للتصميم بعد ويكون متجانس أكتر مع بعض. فخلينا بقى نتكلم واحدة واحدة عن النقط دول. الأولى هي الصورة أو الخلفية العامة في التصميم، التانية وهي التكست وإزاي يتنظم، التالتة وهي الإضافات. أول حاجة هي الخلفية، فإحنا هنعوز الصورة بتاعتنا زي ما قلنا يكون لها عمق أو بعد زي دي. تاني حاجة هنتكلم عنها زي ما قلنا وهي التكست، وهنا أنا عملت العنوان الرئيسي بتاعنا وهو جملة الخدمات المتاحة، وعملت لها شوية روتيشن كده، وبدأت إن أنا أضيف اللوجو بتاع السنة ده. ومن قائمة اللاير ستايل بدأت إن أنا أعمل كلر اوفرلاي، وهنا أنا ظبطت شوية حاجات كده وبعد كده حطيتهم في جروب وسميتهم العنوان. بعد كده هبدأ إن أنا أعمل الريكتانجل زي ما عملته في الدرس اللي فات اللي تقدر تشوفه من الآي، هيظهر لك دلوقتي. وبعد كده رحت جاي ضايف دايره برضو، ورحت جاي عامل نفس الكلام فيها وعملت لها ستروك. وبعد كده رحت جاي بدات اضيف الصور بتاعه الخدمات، وعملت هنا كليبنج ماسك للصوره عشان تخش جوه الدايره بتاعتنا. وبعد كده هنا ظبطت، وبعد كده كتبت الكلمه بتاعتنا وهي حشو عادي. بعد كده رحت جاي حاطط كل ده في جروب ومسميه حشو عادي عشان برضو التنظيم. وبعد كده هنا بدأت إن أنا برضو من قائمة اللاير ستايل أضيف جلو وشادو، وقررت خدت الجلو والشادو ده وكررته على كل اللايرز اللي عندي حرفيا، عشان ده هيكون مناسب للتصميم بتاعي، لأن التصميم بتاعي باين إن هو دارك، وهيبقى حاجة حلوة جدا إن التكست اللي موجود يكون كأنه منور كده. بعد كده خدت كوبي من الخدمة اللي هي الأولانية، وبدأت إن أنا أغير الكلام من حشو عادي لحشو عصب، وضفت الصورة بتاعت حشو عصب. بعد كده كررت كل الكلام ده مع الخدمات اللي باقية. لحد هنا كده انا خلصت تاني حاجة وهي التكست، وبعد كده نشوف الاضافات والحبشتكنات بقى. فهنا انا كررت الصورة بتاعت دكتور احمد مرتين وقصيت واحدة منهم عشان اعرف ان انا احط الاضاءة وراه. فهنا حطيت اضاءة تكون صفرة تتناسب مع الجو برضو العام، وحطيت اضاءة بيضة الناحية التانية تتناسب مع الجلو اللي انا طلعته الابيض من الريكتانجلز اللي كانت موجودة معايا الناحية التانية. وبعد كده هنا بدأت إن أنا عشان أضيف واقعية برضو للموضوع، فبدأت إن أنا أضيف إضاءة على جبهة الدكتور عشان كأنها جاية من الريكتانجلز أو الجلو اللي عندنا. وبعد كده برضو بجملة الإضافات فأنا بدأت إن أنا أوزن التصميم زي ما إحنا ما قلنا، بإن أنا أضيف تحت إشراف المعيدين، وبدأت إن أنا أضيف رقم التواصل. وبرضو هنا إن من قائمة لاير ستايل بدأت إن أنا أغير اللون بتاع أيقونة علامة الاتصال دي، وبدأت إن أنا أظبط الموضوع بتاعي. وبس هنا كده أنا بدأت أضيف اللي هي الحاجات اللي هتوزن الديزاين بتاعي، عشان الديزاين ما يكونش فيه عناصر على اليمين مثلا كتير وعلى الشمال ما فيش عناصر. وهنا بدأت إن أنا أظبط شوية أبعاد لشوية حاجات موجودة في التصميم، عشان بس إيه زي ما قلنا التصميم كله يكون موزون. وهنا ضفت اللي هي الحتة اللي هي السودة دي من تحت، وبعد كده حطيت كل اللايرز في لاير واحدة بكنترول الت شيفت اي، وبدأت ان انا العب في شوية اضاءات كده، ودي بتكون على حسب تقديرك للتصميم. وبس كده كده يعني خلصنا التصميم بتاعنا. وبكده يبقى احنا ظبطنا الخلفية والتكست والحبشتكنات والإضافات اللي موجودة في التصميم. ولكن قبل ما أقفل خليني أقولك على حاجة، إن الفيديو ده عبارة عن إنه بيديك طريقة التفكير كمصمم أكتر من إنك تشتغل على البرنامج، عشان ننمي عندنا فكر التصميم. وبس كده يبقى احنا خلصنا الفيديو بتاعنا. أخيرا ما تنساش السبسكرايب واللايك وفولو الانستجرام الجميل بتاعك. بس كده خلاص، يلا سلام.